ازيكم يا اجمل ناس واحلى ناس في الدنيا. كل سنه وانتم طيبين وربنا يعود عليكم الايام بخير، وكل موسم اي حاجه تظهر فيه كل يا رب المسلمين في انحاء الوطن العربي والاسلامي كله وفي كل الدول يعرفوا يجيبوا كل حاجه. ايه اللي هنجيبه اللي هنعمله النهارده؟ زيتون. الزيتون انا اعرفكم تخليله ازاي. ده زيتون اللي هو ايه، عزيزي بس الكبير، الحجم الكبير. في نوع تاني تفاحي اللي هو ايه الواحده الكبيره قوي دي، يعني ده انا بخليها جايباه للراجل اكبر حاجه في العزيزي. العزيزي بقى ايه، ده بيبقى مخلط شويه كبيره على رفيعه. التاني التفاحي بتبقى الواحده كبيره قوي كده. ده بقى اللي بيتعمل بسرعه. ده الله اكبر اللي انا كل فيديو كنت اجيبه لكم اقول لكم تخليل الزيتون والمخلله زيتون وطبق الزيتون المخلل، هو ده بقى اللي يدنوا معانا. هو يا دوبك الزيتون لسه خالص معانا سبحان الله من سنه دنوا معانا. اعرفكم بقى طريقه التخليل اللي انت ولا بتشققيها ولا بتمسكي كده تشققيها ولا تغيري له ميه ولا اي حاجه خالص. ده بسم الله ما شاء الله بيدنوا معاكي السنه كلها، ولا تشققي ولا تعملي. لما بتشقق كده وبتتعمل بالسكينه من الحته دي كده بتطرى وبتيجي سبحان الله تلاقي الزيتونه معاكي طريه. دي هتدنك طول السنه. طب ينفع يا ماما ايام اللي احنا ما نغيرش عليه الميه؟ لا ما تغيريش، ولا الليمون بغير عليه الميه. وانا قلت لكم طريقه الليمون اللي الميه بتاعته هي اللي بنخلل فيها. مع الوقت المره بتروح، احنا ما بناكلش الحاجه يعني في ساعتها اسبوع ولا حاجه هتلاقي المره بتاعت الليمون راحت، وبرده لما تيجي تاكلي ده هتلاقي المره بتاعته راحت. نبدا بسم الله التجهيزات. قلت لكم اهم حاجه اللي احنا في بدايه اي حاجه علشان ما ننساش اي مكونات، نحضر المكونات بتاعتنا. زي ايه المكونات بتاعتنا؟ انا بصوا يا حبايب قلبي، دول 2 كيلو زيتون ونص كيلو فلفل، ودوت شطه من اللي هي الحمراء ضربناها في الخلاط، ودوت جزر بشرينه بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، وده قشر الليمون اللي احنا عصرينه هنقفل بيه البطرمان، ودوت الملح معانا، ودي ميه. نبدا بقى بسم الله نعمل ايه. كل كيلو ليمون كل كيلو زيتون ليه 5 معالق ملح. فاحنا هنا حاطين 10 معالق ملح. ايه ده هو بيتمقل؟ بيتملح كده، وبيبقى على فكره لما تيجي تاكليه مع الجزر مع الحاجات دي ما بيبقاش مالح. اعملي والاتكال على الله. وانا بقول لك كده ده تجربه سنين، وانا الحاجات دي واخداها من امي وامي واخداها من جدتي وكلنا بنتعلم من بعض. بسم الله ما شاء الله. ضفنا بقى الملح بتاعنا على الشطه بتاعتنا الجميله اهي. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. بصوا بقى المكونات بتاعتنا. احنا بقى هنحاول ما نحطش ايدنا في الشطه دي علشان خاطر ايدينا ما تتعبناش. هناخد بقى حبه كده من الجزر الجميل ده بتاعنا. خلي حبه كده بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. مش هناخد كله اهو، وناخد حبه من الهريسه دي. الهريسه دي انا بعملها وبركنها في الفريزر لاوقات زي كده. دلوقتي الكيلو من الفلفل الاحمر ده ب 30 جنيه. هو ساعات بيوصل الكيلو ونص ب 10 او ب 10 جنيه. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. بصوا الجمال بتاعت الحاجه من قبل ما نعملها وهي زي العسل اهي. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. بصوا احنا قلبناه ببعض. في ناس بتقوم جايه حاطه حبه جزر كده تقوم حاطه الليمون وتقوم مش عارفه عامله لا انا بعرفك اسهل طريقه اللي انت بتعمليه. وده بقى الليمون اللي احنا عاملينه برضو ادي حبه اهو. كل حاجه حطيناه بحيث ان احنا البطرمان بتاعنا فيه بقى الحدق بتاعه وفيه كل حاجه بتاعته اهو. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله اهي. شوفوا الجمال والله اكنه اتخلل. شوفوا الجمال بتاعه. نقوم جايين بقى عاملين بقى بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. الفلفل ده عشان ما يدوبش. وطبعا الفلفل بصوا انا معلماكم اللي احنا نشيل البتاع اللي ورا دي ونقطع الجوز بتاعه. ده انا شلت اللي ورا بس ليه هيدنوا معايا السنه بقى كلها. فانا عشان ما يدوبش يدنوا لاخر حاجه ان شاء الله يبقى زي الفل. انا عبي بقى كده البطرمان اهو. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله اهو. بنحط حبه فلفل كده، ونيجي بقى هنا
نعبي بقى بسم الله ما شاء الله. ادي الخلطه الجميله العسل بتاعتنا، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. اهي الله اكبر، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. شوفوا الشكل وشوفوا الجمال. اهي بقيت بقى الفلفل هنحطه، هوريه لكم برده اهو اهو اهو. حطينا في النص، اوعي تحطي الفلفل ايه من فوق، احنا عايزين نكتم ايه الفلفل ده عشان خاطر ما يتهريش معانا اهو. بسم الله ما شاء الله على الحاجه بتاعتنا والجمال بتاعنا. ويا رب كل حد يعمل بالطريقه دي تطلع الحاجه معاه حلوه. وبتمنى لكل بناتي وكل ولادي اللي ما يعرفوش حاجه ومتابعين القناه بتاعتنا يتعلموا منها كل حاجه. قلت لكم انا ما فيش حاجه ان شاء الله هتعوزوا تعرفوها الا لما اللي يفتح على القناه كل حاجه هيعرفها. اي تخليل، اي حاجه، اي معجنات، اي مربات، اي اكله، بامر الله كل حاجه موجوده في القناه. خش اي حاجه انت عايزها بامر الله، اعمل عنها بحث كده وانت هتلاقيها. شوف انت عايز ايه وهتلاقيه في القناه. واللي عايز حاجه معينه ومش لاقيها في القناه يكتب لي في اي كومنت وانا ايه ان شاء الله ايه المره الجايه اقوم عاملاه له على طول. بصوا بسم الله ما شاء الله الزيتون بتاعنا، الجمال بتاع الزيتون بتاعنا. الله اكبر. يا رب كل اللي ياكلوا بالف هنا وشفا. بسم الله ما شاء الله. اللهم زد وبارك يا رب، اللهم زد وبارك وكتر يا رب الخير في كل البيوت يا رب. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. بصوا يا حبايبي بسم الله ما شاء الله البطرمان بتاعنا بقى عامل ازاي. بصوا الجمال، البطرمان بتاعنا العسل اهو. نعمل ايه بقى؟ احنا حطينا كل حاجه، هندلنا بقى نملى لغايه اما ايه، احنا رصينا الحاجه الاول لغايه اما البطرمان بتاعنا ايه يجي لغايه الجوزه دي كده وهنقف. هقول لكم هنقف ليه بقى اللي احنا كده. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. ادي تخليل الزيتون، احنا لسه هنعمل بالمعلقه. بسم الله ما شاء الله، ولا مش الكبشه. بصوا انا وصلت لغايه فين، لغايه البوزه دي. اهو جايبه بقى قشر الليمون ده، جايبه فصين توم كده اهو حطاهم ماده حافظه اهي ماشي. واجيب قشر الليمون واحطه اهو اقفل بيه. ده بقى لا قدر الله لو عمل طبقه كده زي الريم كده ولا حاجه ده تشيليه وترميه خلاص. ده بقى ايه الحاجه اللي هي ايه قافله لك البطرمان اهي. قرب البطرمان معانا عشان بقى ايه يبقى شارب من الخلطه ومن كل حاجه قبل ما نحط له. الجمال البطرمان بقى عامل ازاي، لونه عامل ازاي. يا رب تكونوا شايفين لونه الجمال بتاعه ادي اهو. بسم الله. نيجي بقى نعمل ايه هنا. بسم الله. قفلنا بالقشره اهو وكنا حاطين ايه فصين توم. نقوم جايين بقى ايه حبه زيت اهو. ايه يا ماما هيام ده حبه كمان. ايه يا ماما هيام اللي انت بتعمل ده بقى الماده الحافظه بقى ايه اللي بيدانوا بقى بسم الله ما شاء الله طول السنه معاك. ادي اجمل بطرمان معانا وادي احلى بطرمان معانا. وادي طريقه اسهل حاجه قلتها لكم لبناتي واولادي واخواتي اللي الناس بتصعب عليه طريقه تخليل الزيتون وتدناها تغير ميه وتشققه وتعمل حاجات كده كتيره كده. لا هي اسهل طريقه واحسن طريقه وعن تجربه سنين. شوفي احلى بطرمان مخلل الزيتون اللي شوفي الكيلو ما بتخلي بيطلع بكام.
هي معاكي طول السنه. تنسوش اللايك والاشتراك والكومنتات الجميله بتاعتكم. الف الف مليون شكر على كل الناس اللي بتكتب لي، ربنا يبارك فيكم ويصلح حالكم يا رب. وشكرا على الناس اللي واقفه معايا لغايه دلوقتي وبتكتب لي، الف الف مليون شكر ليكم. والف شكر يا حاج جمعه على اللي انت بتعمله، الف شكر وعلى الكلام الجميل اللي انت بتكتبه، الف شكر. اللي ما بقولش، لو ما اقولش اسم حد والله ما متذكره اسماء كتير، بس الف شكر ليكم كلكم وربنا يجازيكم الف خير. ومع الف سلامه يا اجمل ناس، مع الف سلامه.